الرحمن الرحيم. هذه المحمية من برا طبعا مكتوب ليست للبيع ولا للإهداء لعدم الإحراج. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخلها يا أبو إبراهيم إن شاء الله. هذه باكورة إنتاج السنة هذه صغيرين ما شاء الله. هذه السنة هذول طالعين قد لهم يومين كذا ما شاء الله. لا يروح. هذول اللي يقولون الشيبان حقين العقارب اللي يبكرن. مبكرات. هذول اللي يبكرن يعني يجون قبل المجموعات. ما شاء الله. وانت تاخذهم من الجحور ولا لين يطلعون؟ لا يطلعن والقط. المكون كم تجيب؟ كم تجيب من 18 ل 25 اللي بعضهم يجيب 30 35. اي ما شاء الله. وهذا غداهم؟ الله ما شاء الله. ندخلهم نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والله هذول متجهزين ما شاء الله. ينتظرون الأكل. تحية يا. ما شاء الله. تعال هنا تعال. مسميهم يا أبو إبراهيم؟ تعال. أشوف بعضهم في عكرته ملون. وشو عشان يا أبو إبراهيم؟ هذه على أساس نعرف يعني مراقب بالكاميرات نعرف يعني هل هو يطلع هل هو كذا هل هو يعني بعض مسم تزاوج ولا لا. ايه بالأعمار يعني. اي ما شاء الله. على أساس نعرفه. من كم سنة يا أبو إبراهيم؟ هذه السنة تقريبا 6. من 6 سنوات. نعم. وش اللي يعني الفكرة، بداية الفكرة اللي خلاك تفكر في تربيتهن وجمعهن بهالشكل؟ الفكرة زي ما تقول هواية، ثانيا ما شفت أحد مسويها ولا حتى محافظ عليها زي الناس زي كذا. فحبيت إن ما لاحظت أنت بعد يعني انقراضهن قلتهن عندنا؟ إن هذه اللي خلانا نربيهن. يعني السبب الأساسي هو كذا إنها انقرضت عندنا خاصة في منطقة الأفلاح. وأنت بعد التربية يعني تربيهن وتخليهن عندك ولا وش؟ لا نربيها لأن ينتج، إذا الإنتاج كله يطلق في الصحراء. تطلقهن؟ في أماكن متفرقة وتكون معشبة يعني. كل سنة تطلقهن؟ كل سنة نعم. في أعمار محددة عشان تطلقهن ولا تطلق الكبار ولا الصغار؟ نتركه عندنا، نترك الصغار عندنا لمدة شهر حتى يشد حيله ويقوى. بعدها من الساعة 8 الصبح يبدأ إطلاقهن. تطلقهن الساعة 8 الصبح؟ في في منطقة واحدة ولا مناطق مختلفة؟ مناطق متعددة ومتفرقة ومتباعدة. يكون في أرض يعني فيها عشب وكذا. ما سبق لك وقدمت أو يعني بلغت حماية الحياة الفطرية أو عرضت عليهم أنهم والله تبليغ ما بلغت صراحة ولا. إن شاء الله هذا دورنا إن شاء الله بإذن الله. طيب ما بلغت. أنا أشوف عندهم حاطين ماء، هذا الماء للشرب ولا وش عشان؟ أحيانا الشرب أحيانا يطب يتبرد فيه عن الحرارة يعني في الشمس وكذا. يعني دائما يجون في المسبح هذا؟ نعم. يجلسون في الماء. اي هو اصلا هذا شيء غريب تصدق. حاطه محل زيل ونملاه مويه اللي بيشرب اللي بيطب. المعتقد ان الضب ما يداني الماء، لكن شوف بين على هذا مير بين عليه انه تو طالع من المشي. نعم كله نعم. ماذا لا يطبون في المويه. ركز عليه شوي. هذا بين عليه انه طالع من الماء ذا. ويقال لي ابو ابراهيم انك مسميهم في المره السابقه اللي زرتك فيها. صحيح. كنت تدعيهم باساميهم. نعم فيها اسمه واحد فكاهي طحيمر وواحد مرزوق وهند ومرزوق والحويحي وجساس. ما شاء الله. شو الصغيرين ما عاد يهابون، حتى انا ما عاد يهابون مني. شو ذا الصغيرين اللي عندي. ما شاء الله. هذا تعود خلاص. تقول المكون تجيب من 30 من 18 إلى 30 يعني معدل. كل ما يكبر حجمها كل ما تجيب أكثر. بكذا عشان بكذا تطلق كمية كبيرة كل سنة. طبعا العام أطلق 400 أكثر من 400.
على دفعة واحدة ولا على دفعتين؟ لا، على 4 دفعات. على 4 كل دفعات. دفعة 50 وزيادة. كل دفعة و50 وزيادة. ما شاء الله. كل دفعة 50. طيب انت تراقبهم اي طبعا محدد مواقع بالكاميرات. هذه كاميرات مراقبة بالكاميرات. هذه نسجلها على اساس نعرف تحركاتها وندرس سلوكها وتحركات الضبان شلون ما شاء تطلع الله. شلون كذا، لانه ما يطلع مجحرة سيدة في الصباح او كذا. ايه لازم ياخذ له نص ساعة ساعة تسمع صوت إيه. بس ما يطلع. ولا يطلعون الا لين تحتر الشمس 9 تقريبا. تقريبا زي كذا، واحيانا بدري، بس ما يطلع سيده على طول مثلنا من البيت او يقطع الاشاره سيده. ايه. يتاكد اول شيء هل يسوي صوت كانه بيطلع، هل فيه طيور او نعم او في خطر عليه. اي ان حد يعني ينتظره على اساس يفترسه. واذا طلع اول ما يطالع فوق كذا بعينه كذا اليسار او اليمين، يطالع فوق الجحر، هل فوق الجحر حاجه ترصد له ولا لا. بعدها يطلع بعد خلال ساعة نص ساعة. ايه ما شاء الله. أساس يوهق اللي في الجحر. وهم الآن مستأنسين شكلهم ياكلون من يدك بعد. أي طبعا. شوف ياكلون من اليد هذا ياكل. نعم. هذا كذا على طول. اي هذا طحين. ما شاء الله. هذا طحيمر. وهذا متعودين ياكلون من يدك. ما شاء الله. إذا ما تعودوا بطول الفترة. صراحة ما كنا متوقعين انهم بيطلعون بالطريقة هذه. حتى اللمس شوف متعودين عليه ما عاد هاب مني. اقول لك ولا شيء.